السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور العيون وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا احنا متابعين وحشين جدا جدا. النهارده جمعة مباركة عليكم. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. معايا هنا حوالي نص كيلو بطاطس او كيلو زي ما انت عايزة حسب افراد اسرتك. وعندي هنا بقى صدرين فراخ او صدر زي ما انت عايزه. وعندي هنا بقى التوابل بابريكا، وعندي كاري ومعلقه زعتر وملح وفلفل اسود ورق لوري وحبهان مطحونين على بعض. وعندي هنا بصله مقطعاها مكعبات وفصين. هعمل النهارده بقى قالب بطاطس بصدور الفراخ. تابعوني لاخر الفيديو. حابه قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس وتفعلي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. وحبايبي المشتركين معايا ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر وما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى جبت طاسه وحطيت فيها معلقتين زيت وحطيت فيها فصين مستكه. المستكه تسيح والزيت يسخن. الزيت سخن، نزلت بالفراخ اللي انا مقطعاها مربعات تاخد صدمه. هنا بقى الفراخ هقلبها ومش عايزاها تاخد لون، مجرد بس ما تاخد صدمة عشان النار عالية عشان ما تنزلش ميتها. عندي بقى هنا البصلة انزل بيها هنا بقى عندي فصين توم كده مهروسين هنزل بيهم، هشم ريحة التوم وانزل بالتوابل. مش عايزة حاجة تحمر. انزل بقى هنا كده بالتوابل والملح عندي بقى هنا قرن فلفل حامي نزلت بيه وانا ما بحبش الفلفل يستوي. هنا بقى لو عندك كريمه لباني حطي، ما عندكيش كريمه لباني حطي معلقه دقيق. حطيت معلقه دقيق هنا، حطيت معلقه دقيق وقلبتها كده في الفراخ عشان لو ما عندكيش كريمه لباني. وهنزل بكوبايه لبن عشان ايه يتقل معانا. كل ما تغلي بقى تبقى متوفر عندي كريمه لباني. حطيت معلقه دقيق وحطيت
معلقه صلصه تديها لون حلو. هنا خلاص بقى اهي الفراخ كده شكلها. هسيبها بقى لما تبرد شويه. وانا بقى عندي البطاطس هحمرها. لو انتي ما عندكيش اير فراير حمريها في الزيت. انا بقى عندي الاير فراير هحمرها في الاير فراير وارجع لكم. هنا بقى البطاطس اهي اتحمرت في الاير فراير. وهنا بقى عندي هنزل عليها بقى بالخلطة. الخلطة بردت. الفراخ بالصوص الأبيض. هنا بقى كده خلاص حطيت البطاطس على خلطة الفراخ. وعندي بقى هنا كده جبنة موزاريلا. هنزل بقى كده وتقريبا ده كيس جبنة ميكس بين جبنة رومي وجبنة موزاريلا الحمد. وهدخلها بقى تحت الشوايه لان كل حاجة مستوية. اسيح بس الجبنة. ادخلها بقى تحت الشوايه وارجع لكم. كده بقى هي قالب البطاطس بالصدور الفراخ والجبنه الموزاريلا. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى. واتمنى لكم مشاهده ممتعه والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد وتحياتي من قناتي. واتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.